السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب. نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي باحسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله يا ربي، وجبت لكم البطبوط معمر بالخضره والكبده الدجاج. هانتم المشاهدين ديالي راه كيجيو فنين ما شاء الله، كما كتشوفوا ما شاء الله. ما شهيتكم فيهم الصراحه، ساهلين ودغيا كيتوجدوا، ما كيديوش الوقت بزاف. خليكم مع المقادير. هانتوما المشاهدين ديالي، عندي هنايا يعني الطحين اللي غادي نعجن بها العجينه ان شاء الله، اللي غادي نعمر به البطبوط ديالي. عندي هنايا طحين بيض نتاع الفورس، وعندي هنا معلقه كبيره نتاع الزبده وشويه د الخميره د الخبز، وعندي هنايا الدقيق نتاع الفينو مخلط مع هذاك نتاع الزرع فيه النخاله، خلطته، وشويه نتاع الملح على حسب يعني الطحين. وعندي هنايا شويه د الزعتر حكيته غير بين يديا ما طحنتوش، وشويه د الزيت بلديه. هادشي اللي غادي ندير في العجينه ديالي. خليكم معايا حتى نعجنها ان شاء الله، وغادي نجمعها بالماء دافي المشاهدين ديالي. دابا برد شويه الحال. ها انتم المشاهدين ديالي، بعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوا، راني دلكتها مزيان وحطيتها على السطح العمل كما كتشوفوا. دلكتها هنايا مزيان صافي. العجينه ديالنا خصنا نخليوها شويه مرخوفه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني جاريه بحال هيدا. المشاهدين غنخليوها ترتاح وندوزو ان شاء الله للحشوه باش نطيبوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها. ها انتم المشاهدين ديالي كما كتشوفوا، وجدت هنايا كلشي في خطره واحده باش ما نختصر الوقت. كما كتشوفوا عندي هنايا جوج البصلات كبارين، قطعتهم بحال هيدا، وعملت شويه نتاع الزيت مخلطه، الزيت بلديه والزيت نباتيه. المهم نتوما يعني الطريقه ديالكم د الطياب، الا بغيتو ديروا الزيت يعني غير نباتيه ديروها، الا بغيتو تخلطوها خلطوها صافي. عندي هنايا القرعه حكيتها قرعه وحده، وعندي هنايا 3 الجزرات يعني متوسطين، وانتم ديروا القياس اللي يعجبكم. عندي هنايا جوج الفلفلات كبارين خضراء ونص فلفله صفراء. هادشي اللي كان عندي، المهم اللي كان متوفر. نتوما ديروا داكشي اللي عندكم حتى نتوما. عندي هنايا شويه د المعكنوس غنخليه حتى الاخر. واليوم غادي ندير الكبده ان شاء الله الدجاج. هانتوما المشاهدين كما كتشوفوا طيبتها في الماء يعني سلقتها في الماء. وهنايا عندي التوابل والعطريه، معلقه نتاع التحميره او بابريكا، نص معلقه نتاع الخرقوم او الكركم، ونص معلقه نتاع سكينجبل او الزنجبيل، وشويه نتاع الابزار او الفلفل الاسود والملح. هادشي اللي غادي ندير من يعني من التوابل حتى من بعد ونزيد. صافي دابا غنشحر البصله ديالي في الزيت حتى تهبط ليا شويه، عاد ندير الفلفل. وهنايا قطعت الكبده بحال هيدا، خصنا نقطعوها ستيتوا باش ما تقطعش لينا العجينه. اللي عندها الهاشوار يعني تقدر تطحنها حتى في الهاشوار، يعني تسلقها كما درت ليها انا، سلقتها في الماء وشويه د الملح وشويه د الليمون صافي، وقطعتها بحال هيدا. وانتم الا عندكم الهاشوار، انا ما عنديش، يعني طحنوها غير في الهاشوار غتجي احسن عاد باش ما تقطعش العجينه. صافي المشاهدين ديالي كما كتشوفوا هنايا درت يعني الفلفل مع البصله، كندير يعني حاجه بحاجه حتى كنخلي البصله طيح شويه، عاد كندير الفلفل، ومن بعد عاود كندير خيزو والقرعه. صافي هنايا مع التوابل كما قلت لكم زدت شويه نتاع الزعتر وشويه نتاع القرفه، نص معلقه نتاع القرفه كتجي مع يعني القرفه كتجي مع الكبده الدجاج. هادشي اللي غادي ندير المشاهدين ديالي. التوابل والكبده والمعكنوس راه كنخليه حتى الاخر، هادو ما غادي نخليهم حتى الاخر. دابا غنطيب غير كما قلت لكم الفلفل والبصله وخيزو والقرعه الخضراء. صافي بحال هيدا المشاهدين ديالي. دابا راه طابت ليا الخضره،
ودابا غادي ندير الكبده ديالي وندير التوابل ان شاء الله، وندير المعكنوس، يعني غنجمع كلشي في خطره ونخليها تشحر مزيان، يعني ما نخليوش فيها يعني المرق، خصنا نخليوها حتى تنشف. نتمنى ان شاء الله المشاهدين ديالي يعجبكم الفيديو وتشاهدوا حتى الاخر، يعني غير كنشارك معكم داكشي اللي كندير لوليدات، يعني اللي كندير راسي، ماشي زعما شي حاجه كبيره ولا شي حاجه سهله يعني المبتدئات هيدا يتعلموا حتى هما. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. صافي المشاهدين ديالي، بعد ما طابت ليا الخضره ويعني خليتها تشحرات مزيان مع ديك الكبده والتوابل، صافي دابا قسمتها باش تبرد ليا، حيتاش ملي كنعمرو خصنا يعني الحشوه تكون بارده ما تكونش سخونه. صافي هنايا العجينه ديالي بعد ما ارتاحت مزيان، دابا غادي نقرصوهم بحال المسمنات صغارين. المهم تابعوا الفيديو تشوفوا الطريقه. غادي نستعمل الزيت باش ما تلصقش ليا العجينه. ها انتم المشاهدين ديالي، هذا هو القياس اللي خرجت ليا، يعني العجينه ديالي ما شاء الله اللهم بارك. صافي هنايا يعني بديت كنعمر كما كتشوفوا، يعني نطلقوا شويه العجينه وكنديروا ديك الحشوه بعد ما بردات، ضروري خصها تكون بارده، ديروهاش سخونه باش ما تقطعش لينا العجينه. وغير سمحوا لي المشاهدين ديالي، يعني الفيديو ما عطاش حقه يعني في التصوير عندي، يعني كنشد باليد وكنجمع بواحد اليد. المهم غير سمحوا لي قبلوا عليا وصافي. هانتوما المهم راه الطريقه مفهومه ويعني سهله، كتجمعوا بحال هيدا كتقادوها واحد شويه باش ما تخرجش العجينه وصافي. هانتوما بحال هيدا راك الفيديو واضح وباين وكلشي ساهل. المهم بنادم يدير شي حاجه في دارو بيدو، يعرف يعني شني كياكل وكيعرف شني طيب، ماشي بحال الحاجه ديال الزنقه. حاجه الزنقه الغلا وما تلقاي فيها ما تاكلي والله العظيم. المهم هانتوما بحال هيدا المشاهدين ديالي، صافي غادي نستمر بحال هيدا. وهنايا بغيت نوريكم واحد الطريقه اخرى، يعني بحال مسمنه تقدروا ديروا لي، يعني ديروا ليهم بحال مسمن سمنه وعامره. هانتوما بحال هيدا وكنطويوها عاود الجهه اخرى. المهم راه الطريقه سهله المشاهدين ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تشاهدوا حتى الاخر وتدعموني بواحد اللايك وواحد كومونتير، تشجعوني ان شاء الله باش نزيد نقدم. صافي بحال هيدا ما نديروه ملي نطويو ما نديروش العجينه على العجينه باش تجي لينا رقيقه، يعني ما تجيش لينا غليظه. صافي تكاو عليها واحد شويه وصافي باش ما تخرجش لينا ديك الحشوه بحال هيدا. المهم درت واحد ما عرفتش 4 ولا بحال هيدا بحال مسمنات، ودرت يعني البطبوط خبيزات اولا البطبوطه ولا كل واحد سميوه كما بغيتو، خبيزات عامرين ولا البطبوط. صافي المشاهدين ديالي دابا بديت كنطيب كما شفتوا. ها انتم راه ما شاء الله كيجيو بنان الصراحه المشاهدين ديالي، نتمنى ان شاء الله تجربوهم. والحشوه راه كتبقى اختياريه، تقدروا تعمروا باش ما بغيتو، يعني تقدروا تضيفوا يعني سميتو الكفته الدجاج ولا الغلمين اللي بغيتو. المهم هذا هو الشكل النهائي المشاهدين ديالي، هذا هو البطبوط ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الفيديو الاعجاب ديالكم وتشجعوني باش نزيد القدام، وما تنسونيش باللايك والكومونتير. الله يجازيكم بالخير، وبارطاجيو مع الاصحاب والاصدقاء والعائله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله يا ربي. هانتوما راه كيجيو طايبين ما شاء الله، كيجيو بنان الصراحه.
تهلاو فراسكم المشاهدين ديالي، مع السلامة.